السلام عليكم يا بنات. ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ معاكم سمر من قناة سمر لايف ستايل. النهاردة هوريكم ازاي نعمل ستارة تحت حوض المطبخ عشان نقدر نخزن اي حاجة وما تبقاش باينة. وانا امكانياتي ان انا لقيت الستارة دي يعني موجودة عندي، ملحقتش افصل، انت ممكن تفصلي شكل جميل. ويلا بينا علشان نشوف الفيديو. دلوقتي انا هيكون مجهزة عندي المسامير الشكل ده، سواء مقفولة بقى او مفتوحة مفيش مشكلة عندي، بس يستحسن لو انت جبتيها من عند بتاع الحدايد والبويات تشتري من عنده المسامير، يا ريت تكون مقفولة احسن. لو مفتوحة هتضطري تقفليها بالزرادية وتظبطيها كويس. وهتجيبي مسمارين من مسامير شايفاها اللي هي ليها قلاووز كده من تحت، عشان دي هركبها في الخشب اللي بيبقى تحت الحوض، اللي بيبقى ماسك الحوض. هوريكم دلوقتي شكله بيبقى عامل ازاي. شايفين شكله عامل ازاي؟ وبيكون على شكل حرف كده ال عشان بلفه واغرزه في الخشب والفه. وبجيب السلك ده من عند برضو بتاع الحدايد والبويات، ده بيبقى عبارة عن من بره كده عليه زي سلك الكهرباء، بس من جوه زي سوستة، يعني سوستة علشان خاطر المسمار بلفه فيها. اول واحد وريتهولكم بدخله فيها والفه، هو ده بجيبه وادخله جوه السلك ده والفه جواه عشان يثبت فيه، عشان ده يعتبر السلك ده كأنه بدل ما اعمل استك ده هيكون جامد شوية، لان هو زي السوستة من جوه فبيتمط معايا الطول اللي انا عاوزاه. يعني حاولت اقرب لكم الكاميرا علشان تشوفوا هو عامل ازاي، كأن عامل زي سوستة القلم كده، الجاف اللي بتبقى راكبة في اخر القلم. مش عارفة اوصفها لكم ازاي يعني، بس هو انا مش عارفة اسمه بصراحة عند بتاع الحدايد والبوياد، يمكن كده واضح شكله فيه. هركب الناحية دي فيه، وهركب الناحية التانية برضو. دي انا ركبتها، لو ركبتي وغلطتي ممكن ان انت تقصيه سهل جدا بالمقص. لو شايفة ان الجلد بتاعه اتعرى اهو منك، فبتقصيه بالمقص سهل جدا الحديد بتاعه ان هو يتقص. هتنيه بايديا كده اهو، هيتقطم معايا على طول، يعني ما فيهوش اي تعب في اي حاجة. ممكن تقصيه تاني لو في حتة معكساكي هتقصيها بالمقص هتتقطم على طول. اتقطمت على طول. بتفكي المسمار، او لو ما تفكش معاكي بتركبي واحد جديد. طبعا ما تاخديش المقاس الا بعد ما تعملي اول مسمار، عشان انتي لسه اول مرة تركبي، فممكن تغلطي بعد ما تقصي على المقاس وتضطري تقصي فهتنقصي من الطول. فانتي الاول احسن حاجة اركب اول طرف اركب فيه المسمار وبعدين منه اقيس. بس طبعا الاول لازم هثبت المسامير اللي قلتلكوا عليها اللي هي حرف ال دي وفيها قلاووز من تحت. هوريكم مكانها هتكون متثبته فين في الخشب اللي تحت الحوض. كده انا ثبت ناحيه، الناحيه التانية هعملها نفس الحكايه برضو، هلفه عادي جدا. طبعا عملت الحكايه دي هناك في اسكندريه قبل اليوم اللي قبل ما اسافر على طول يعني. اهو عندي هنا، شايفين انا مثبته ازاي؟ على فكره دي فكره والدتي الله يرحمها، هي اللي علمتهاني وهي اللي عملتها من عندها، يعني مفيش حد عملها وقال لها عليها، هي اللي فكرت فيها. بيتركب ده في الخشب اللي بيبقى مثبت الحوض من تحت، بتدقيه في الخشب بشاكوش. بس طبعا مش في المكان اللي انا بعمله دلوقتي، انا بوريكي مثال ان ايه بتعمليه. يا اما بايديكي لو قادره بتغرزيه بالخشب وتلفيه، يا اما تدقيه وبعد كده تلفي بايديكي لغايه ما ياخد الشكل اللي هو الخارجي، اللي هو الحرف اللي يبقى لبره، حرف ال معكوس. والناحيه التانية نفس الحكايه برضو، هعمل نفس المسمار وهيبقى ايه
حرف ال مظبوط، يعني هما يبقوا عكس بعض. عكس بعض ليه؟ عشان لما اركب المسمار بتاع الستارة يشبك فيه، ما يفكش مني لما اجر الستارة كده وكده، يبقى متثبت فيه ما يعكس معايا. هوريكم دلوقتي اهو ركبته كده. ده طبعا للاحواض اللي هي القديمة، الاحواض اللي هي دلوقتي بالرخامة اللي هي الحوض السقط ده ما ينفعش معاها، لكن هنا عشان خشب سهل عليا. طبعا مش هتعمليه نفس الطول بالظبط عليه علشان ما يبقاش مرهرت معاكي ويبقى طبعا الستاره كده واقعه شويه ومبينه. لا بصوا شايفين، اعمله اقصر شويه، وطبيعي هو بيكون سلك بيتمط معايا، يعني هو زي سوسته كده من جوه، التعبير الاصح سوسته. فهو هعمله لغايه هنا اقل شويه، تقريبا عقله صباع، وبعدين هاخده اشده واركبه بقى. المسمار يكون بالعكس كده عشان يشبك فيه، يبقى كل واحد عكس التاني في الاتجاه في التركيب، فلما اجي اجر الستاره ما تفكش الستاره معايا. هتشوفوا دلوقتي اشده واركبه. بس انا كنت ماسكه الكاميرا بايد ومش عارفه اظبط بايد عشان اظبط لكم التصوير وفي نفس الوقت اركب كده اهو ركب. طب دلوقتي بقى احنا عملناه ركبته اهو، وريتكم ازاي وبيكون مشدود، لان انا طبعا زي ما قلت لكم عاملاه اقصر. هجيب بقى عندي قماشه واتني الحرف بتاعها على المكنه، يكون الحرف عريض شويه ما يبقاش ايه ضيق، بحيث اسيب فيه فراغ زي ما هتشوفوا. وهدككه دلوقتي كانك بتدككي استك اهي. شايفين مسافه الخياطه قد ايه؟ وادكك. وطبعا لما اجي اركب اراعي ان الوش القماش يكون لبره للناس، عشان الناس يشوفوا الواجهه يبقى شكلها حلو. ما ركبش واركبه الظهر يبقى ظاهر للناس، لا العكس. هبتدي دلوقتي ان انا احط السلك في الفتحه، ادخله في فتحه القماش دي وابتدي ان انا ادكك فيه. افضل ادكك زي ما اكون بدكك استك بالظبط. طبعا بتمسكي الطرف اللي هو الخارجي اللي بره محاكي عشان ما يفكش منك اهو. بتبقي ماسكه الطرف ده والطرف التاني وصلتيه للاخر اهو زي ما انتوا شايفين. اركب بقى الستاره تبقى وشها وش القماش باين للناس من بره كده تمام. ابتدي بقى ان انا اركبها. هركب في المسمار من هناك، هشد طبعا السلك ده واركبه من الناحيه دي. ممكن بقى تعملي قماشة ووتر بروف عشان المية، ممكن تعملي قماش اللي هو غير الووتر بروف اللي هو بينطر المية، فيه بلاك اوت بيبقى بس يكون خفيف مش تقيل عشان ما يبقاش تقيل على الستارة. ممكن تعملي قماشة عادي وتغيريها. لو عروسة جديدة بتعمل قماش يكون ستان، قماش فريحي شوية، مش ستان اللي هو فيه لمعة، لا اللي هو المطفي. يعني المهم يبقى شكل جميل في الاول بس كده. ده كده بيداري كل حاجة تحت الحوض، وفكرة كويسة مش مكلفة في اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين هو راكب ازاي المسمار. وادي الستارة بعد ما خلصت شايفينها من بعيد بتبقى مدارية كل حاجة تحت الحوض. يا رب الفكرة تعجبكم ان شاء الله، وما تنسونيش بقى ان شاء الله في اللايك والشير، وتعملوا لي كومنت. كل واحد لو عايز يسأل في اي حاجة انا تحت امره. واتمنى تنفذوا الفكرة دي، هتعجبكم جدا وهتريحكم، وغيروا في نوع القماش وفي شكله. مع السلامة.